هنتكلم عن الالتهاب المفصلي الصدفي. الصدفية المفصلية بتحصل في 30% من الحالات، ممكن تيجي بعد الجلد أو مع الجلد أو بعد الجلد، وفي الحالة دي بيبقى التشخيص صعب وممكن يتشخص على إنه روماتويد سلبي. أهم أنواع الصدفية المفصلية ممكن يجي شبيه الروماتويد وياخد نفس المفاصل، أو ممكن ياخد المفصل الأخير من الأصابع الإيدين والقدمين ومعاها الضوافر، وممكن يجي شبيه للتيبس الفقري فلاقيه واخد العمود الفقري والمفصلين الحرقوفيين، وممكن ياخد دخول الأوتار على العظم زي وتر أكيلز، وممكن ياخد الصوابع كاملة، وفي الحالة دي بيبقى شكل السوسج شيبد أو السجق كده. طيب بالنسبة للصدفية المفصلية أعالجها إزاي؟ طبعاً بدل وصلنا لمرحلة الالتهاب المفصلي الصدفي، الحاجات الموضعية اللي على الجلد دي خلاص مش هتنفع، مش هتجيب نتيجة، فلازم نتدخل بعلاج مناعي. والبروتوكول بيتضمن علاج دوائي مثبط للمناعة، بيتضمن العلاج البيولوجي الحديث اللي هو أثبت كفاءة في الآونة الأخيرة، زائد بقى إن لازم ندي للعيان بروتوكول للحقن الموضعي والتمارين العلاجية والنظام الغذائي اللي يمشي عليه.